كيبدا الفيلم ديالنا مع بنت يلاه خرجت من الخدمه، هي وقفت في واحد الزنقه خاويه، ولكن حتى طاكسي ما بغى يوقف لها. قربات منها واحد الطوموبيل كبيره كحله، والسيد اللي فيها هبط الزاج وقال لها طلعي نوصلك. البنت شافت فيه وقالت له سمح لي ما كنركبش مع شي حد ما كنعرفوش، وتحركت بعدات من حداه. في هاد اللحظه جاها تليفون، فاش كملت وقطعات سمعت صوت بنت كتغوت جاي من هذيك الطوموبيل. هي جاها الفضول، خصوصا ان البنت كطلبها تعاونها عليها. قربت تشوف شنو كاين اللور ديال الطوموبيل اللي كان مفتوح. منين طلات منه كان فيه ضو خفيف، فشافت بزاف د الحوايج د البنات. شويه بان لها راجل مضروب كله دم وباين مقتول. ما جات تستوعب شنو واقع حتى خرج لها هذاك السيد اللي عرض عليها يوصلها، وهو اصلا اللي كان كيقلد صوت البنت باش تجي. غير جات وطلات هو شدها من شعرها وجرها لداخل ديال الطوموبيل، وتما غادي يقتلها. مور ما كمل الجريمه ديالو عيط على البوليس وعلمهم انه لقى بنت ميته. فاش جاو دار راسو مخلوع وخايف وقال لهم انا كنت غير دايز، فشفت 3 ديال الرجال شادين البنت وكيقتلوا فيها. البوليس منين شافوه في هذيك الحاله تيقوه وخلاوه غير شاهد، وهكا فلت منها المجرم. المهم نخليو المجرم دابا ونمشيو نتعرفوا على البنت كيونغ اللي ما كتسمعش وما كتهضرش. هي خدامه في سونتر دابيل، كدوز مكالمات فيديو مع الكليان اللي بحالها، حيت كتهضر معاهم غير بلغه الاشاره، وكانت مزيانه بزاف في خدمتها. من جهه اخرى غادي نتعرفوا على البنت الثانيه اللي سميتها سيو. هذه عايشه غير هي وخوها الكبير. سيو جات عند خوها وطلباتو يخليها تخرج، هو ما بغاش وقال لها حتى تبدلي هذيك الصايه القصيره اللي لابسه. فاش دخلت تبدل لبسات شورت حتى هو قصير، وقالت لخوها راه شورطي طول من شورتك، هاني خرجت دابا. هو قال لها 10 د الليل تكوني في الدار ما تعطليش كثر. سيو خرجت وقالت له صافي راني سمعتك مزيان، 12 غادي نكون هنا، ومشات بالزربه من حداه. نرجعوا للسونتر فين خدامه البنت كيونغ. في الاستراحه جمعت هي وصحابها واتفقوا باش يتعشاو مجموعين. هي كتبت رساله في التليفون وطلبات من صاحبتها تقراها عليهم. هي قالت لهم بغيت حتى انا نمشي معاكم للعشاء، فوافقوا باش تمشي معاهم. فاش خرجوا للعشاء كانوا شي وحدين منهم كيضحكوا ويتنمروا عليها حيت ما كتسمعش، ولكن البنت كيونغ كانت ذكيه بزاف وكتفهم الكلمات غير من الحركه د الفم. تما بدات كتعاير فيهم واحد بواحد بلغه الاشاره. صحابها اللي كيفهموها بغاو يعتقوا الموقف وقالوا للاخرين راه غير كتشكر فيكم وفي الشركه. نمشيو دابا عند ماين البنت كيونغ اللي حتى هي ما كتسمع ما كتهضر. الام خدامه في معمل صغير ديال الخياطه، مولات المعمل جات وخلصاتهم، والام فرحات بزاف بالخلصه. صاحبتها سولاتها شنو غادي ديري بالفلوس. تما الام وراتها التصويره ديال واحد البحر وقالت لها بغيت نمشي لهاد البحر انا وبنتي. خو البنت سيو اللي كانت خرجت في الصباح خدام مع البوليس، منين كان في الخدمه صيفط بزاف ديال الميساجات لختو، ولكن هي كاع ما جاوباتو. فقال لصاحبو راني خايف عليها حيت ما كتجاوبنيش. اما البنت كيونغ جات بالطوموبيل ديالها لحدا معمل الخياطه باش تاخذ امها. في وسط الطوموبيل البنت حاطه جهاز كيشعل بالاحمر الا كان شي صداع قريب بزاف من الطوموبيل، هكا باش هي كتعرف الطوموبيلات قراب ليها ولا موراها وما ديرش شي قصيده. فاش شافت امها جايه وقاطعه الشارع الجهاز خدم وشعل بالاحمر، يعني شي حد جاي من الجهه اللي غادي تقطع منها امها. تما كيونغ بدات كتنقز من وسط الطوموبيل باش امها توقف وما تزيدش تقطع، حيت شافتها ما رداش البال للطريق. وفعلا داز موتور بسرعه وكان غادي يضربها، ولكن عندها الزهر فلتات منه. منين طلعت للطوموبيل بنتها غوتت عليها وقالت لها علاش ما كتشوفيش في الطريق وانت قاطعه، ها هو كان غادي يضربك موتور. الام ما خلاتهاش تكمل هضرتها ووراتها الفلوس ديال الخلاص اللي كانت فرحانه بيهم، وقالت لها حتى على البحر اللي بغات تمشي له معاها. كيونغ قالت لها هكاك هادشي علاش جايه فرحانه وما دايهاش في الطريق، وموراها قلبوها ضحك. في هذا الوقت خو البنت سيو رجع للدار مور ما فاتت 10 ديال الليل، فلقى اختو مازال ما جات، وهنا تخلع عليها ديال بصح. في نفس هذا الوقت وفي واحد الزنقه المجرم اللي شفنا في الاول كان واقف حدا طوموبيلته. هو شاف الام ديال كيونغ نازله من طوموبيله بنتها اللي قالت لها توقف تسناها هنا حتى تمشي تباركي الطوموبيل وتجي عندها. هنا المجرم فاش شاف الام بقات بوحدها في زنقه خاويه هز عصا خبعها وتم غادي موراها، ويلا كان غادي يضربها وهي تخرج البنت سيو من الدرب، وكانت كتهضر مع خوها في التليفون وكتقول له هاني قريبه من الدار دابا. المجرم حار وتلف وما عرفش من وحده يتبع فيهم. في الاخير اختار يتبع البنت سيو، هو جا موراها وعطاها ضربه للراس بالعصا طيحها. هادشي كله وقع والام قريبه ليهم، ولكن ما سمعت والو حيت سمكه. الام صيفطات ميساج لبنتها قالت لها فينك تعطلتي. خو سيو حتى هو تسنى اختو حتى عيا، وفاش صونالها لقى التليفون طافي. المجرم منين ضرب سيو طيحها جات في بالو الام اللي مازال واقفه بوحدها، فبدا حاضيها باش يمشي لها حتى هي. هنا الام غادي تخبطها شي حاجه من اللور، فاش شافت لقاتو البوليس يخو البنت سيو. هو سولها واش شافت شي بنت بالمواصفات ديال اختو، وما كانش عارفها ما كتسمعش، وحتى هي ما عرفتش تفهمو، وهكا طلب منها السماحه ومشى.
المجرم وجد الموس ديالو ويلا غادي يخرج ليها. تما بانت البنت كيونغ جايه من البعيد. كيونغ غير دازت من حدا واحد الدرب مظلام، تلاحت قدامها فرده ديال الصباط بيضاء وهي نفس الصباط اللي كانت لابسه سيو. المجرم من البعيد شاف هاد الشيء فبدا كيقول في خاطرو من الاحسن ليك ما تمشيش باش ما نقتلكش تانتي. انا سيو عاود رمات الفرده الثانيه. كيونغ تما دخلت تشوف شنو كاين. المجرم غير شافها دخلات، مشى جبد مقدم طوموبيلته وقصد البنات. كيونغ فاش وصلت عند البنت لقاتها كلها دم وكتنزف، فما عرفات ما دير وتخلعت بزاف. هنا المجرم غادي يجي موراها ويلا غادي يضربها وهي دفعو سيو طيحاتو. هكا قدرت كيونغ توقف وهربت فاش شافت المجرم موراها. هي خافت تكمل عند امها بالي يشدها حيت ما غاديش تعرف تهرب ليه، ففضلت تهرب عكس اتجاه امها باش تخليه بعيد عليها. كيونغ هربت للباركينغ فين خلات الطوموبيل. المجرم جا تبعها كيقلب بين الطوموبيلات، هي لقات باب مسدود فبغات تخرج منه، ولكن منين جات تفتحو دارت الصوت. المجرم سمعوه فجا ليها وكان قريب يشدها، ولكن دغيا فلتاتلو ومشات هربت لطوموبيلتها. بقات مخبعه وفتحتها غير بشويه وطلعت فيها. تما عيطات على امها ابي الفيديو وقالت لها بقي غير تما هاني جايه عندك. هنا غادي يصدمها المجرم حيت لقاتو جالس في الطوموبيل اللور. هو دغيا فتح عليها موس وهددها تزيد بلا ما تقاوم. كيونغ ديمارات الطوموبيل، شدت في راسها مزيان وضربات الطوموبيل مع الحيط من القدام. هكا هو تلحم اللور تقلب وهي دغيا خرجت هربت له عاوتاني. المجرم تبعها وكان سريع وقريب يشدها، ولكن تعكل طاح وهي كملت الهروب حتى وصلت عند امها. كيونغ ضربت جهاز الانذار اللي دايرينه في البوطو ديال الضو. هذا الجهاز كيعيط نيشان على البوليس هضروا مع اللي ضرب الانذار من المكبر اللي كاين تما وسولوه شنو واقع. كيونغ حيت ما كتهضرش ما قدرت توصل لهم حتى حاجه. من جهه اخرى المجرم مشى عند البنت سيو، جرها من البلاصه وطلعها للطوموبيل. هو بدل حوايجو ولبس كوستيم، هز كارطابل ديال الخدمه ومشى عند كيونغ وامها. هو قال لهم راني كنقلب على اختي لابسه الصفر، واش شفتوها؟ كيونغ نعتات له الزنقه المظلامه فين لقاتها. هي تاقت فيه حيت المجرم كان داير كمامه وما شافتش وجهه. هو قال لها واش ممكن تجي توريني البلاصه بالضبط؟ تما امها حست بشي حاجه غريبه وما خلاتهاش تمشي معاه. كيونغ شرحت لامها باللي البنت كتنزف بزاف خاصها ضروري تمشي معاه توريه البلاصه. الام قالت لها صافي نمشي معاك، ويلا غادي يتحركوا بجوج بيهم معاه. البوليس وصلوا بسبب الانذار اللي تضرب. الام وبنتها غير شافوهم مشاو كيجريو عندهم، قالوا لهم راه كاينه بنت مضروبه لهيه. فاش مشاو البوليس يشوفوه ما لقاو حتى حاجه. كيونغ استغربات، ولكن غادي يمشيو كاملين لواحد العماره فيها كاميرات شادين على البلاصه. تما الضابط قلب الكاميرا ضد المراقبه، فشاف شي حد متنكر جا ضرب الكاميرا بعدها وما خلاهاش تصور مزيان. كلهم داخو حيت البنت كترعد خايفه وكتشرح غير بالاشاره. البوليس كاع ما فهموها، اما المجرم الحقيقي واقف كيشوف فيهم وفرحان حيت حتى هو خداوه معاهم. البوليسي قال لهم نتوما بثلاثه نزلوا في السانسور هاني جاي موراكم. فاش ركبوا البنت قالت لامها راني ما كذبتش وبصح كاينه تما بنت مضروبه. المجرم فتح الشنطه ديالو اللي هاز وكانت عامره بالمواس. الام كان عندها احساس خايب منه، فقالت لبنتها راه هذا اللي معنا كيشوف فينا بزاف. كيونغ قالت لها راه غير خايف على اختو وما كيفهمناش شنو كنقولوا داكشي علاش. هو دار عندهم وحط يدو في الشنطه، فبجوجهم خافوا، ولكن جبد التليفون وقال لهم بصح طلعت ماشي اختي، حيت اختي يلاه صيفطات لي ميساج وقالت لي باللي مشات للدار. فاش مشاو كاملين للكوميساريه الضابط سول كيونغ على المواصفات ديال المجرم اللي شافت. نقز المجرم النيت وقال له راه طويل ورقيق بزاف باش زعما يبعد المواصفات عليه، ولكن البوليسي قال له انت سكت خلي البنت هي تجاوب. حداهم كان جالس واحد الراجل كبير في العمر سكران وجايبينه حيت دار الصداع. هو شاف المجرم وناض قال له مالك كضحك. جا عنده بوليسي سكتو وقال له زيد خرج، ولكن هو عكس معاه وبقى جالس. المجرم وقف ومشى حدا السيد كيدير راسو كيشرب، قرب حداه وعايرو هكا خلى السيد جال عليه. تما جا البوليسي شدو وخرجو. في هذا الوقت الام شافت المجرم طاح ليه التليفون من جيبو في الارض، فاش هزاتو شعل ولقات فيه تصويره ديال البنت اللي هي سيو، ولكن هو جا دغيا نطرو لها من يدها خداه. فاش كملت بنتها مع البوليسي المجرم قرب حداهم باش يشوف المحضر اللي خرج ليها واللي فيه العنوان ديالهم، فقراه باش يعقل عليه. الام شافت في البنت وقالت لها بالاشاره راه هاد السيد عنده تليفون بيض فيه تصويره ديال البنت، ولكن في الاول حنا شفنا عنده تليفون كحل. المجرم شاف كيونغ وقال لها شنو كتقولوا ياك ما كتهضروا عليا. كيونغ كتبت له في الورقه لا كنهضروا عادي.
تما دار عند الام، فتح الشنطه ديالو ويلا غادي يجبد موس، وهو يدخل خوسيو للكوميساريه كيغوت. هو قال لهم ديروا شي حاجه، راه اختي ما كتجاوبش، يعلم الله شنو واقع لها. الضابط سولو على المواصفات ديالها، فقال له لابسه الصفر وشورت ديال الجين قصير وصباط ابيض. هنا قال له وريت تصويرتها لهاد الناس، راهم جايين على قضيه بنت شافوها مضروبه. الاخ بدا بالمجرم وراه التصويره، فقال له لا كاع ما شفتها. مشى عند الام اللي يلاه بدات كتدقق في التصويره، وهو يخطف ليها التليفون ومشى عند كيونغ يسولها حيت زربان. هنا كيونغ غير شافتها غوتات وقالت له هي هادي. قبل ما يديروا شي حاجه هذاك السكران رجع ليهم عاوتاني ودخل المركز كيغوت. الام عقلت ان التصويره اللي شافت في التليفون ديال السيد هي نفس التصويره ديال البنت اللي وراها خوسيو، ويلا غادي تنوض من بلاصتها باش تقولها لهم. المجرم حبسها وقال لها الا قلتي شي حاجه بنتك غادي تموت هاد الليله. الام فهماتو وجلست في بلاصتها خايفه. اما البوليس بجوج ديال المركز خرجوا السكران وخلاو هادو بوحدهم. المجرم حط الشنطه ديالو قدام الام وفتحها، فخلاها تشوف الاسلحه اللي هاز. هنا هو هز موس وجا قصد الاخ موراه. الام غوتت باش سمعوه وشاف شنو كاين. الاخ قدر يوقف الضربه ديال الموس بيديه وبقى شادو باش ما يخشيش فيه. المجرم ضحك وقال له اختك كاينه عندي، وقلت صوتها وهي كتطلب فيه ما يقتلهاش حيت خوها غادي يلقاه ويقتله. وقال له انا منين سمعتها حلفت نلقاك ونقتلك باش نهرس هاد الثقه كلها اللي فيها عليك. المهم هما بقاو مشادين كيتضاربوا. الام وكيونغ تما خرجوا كيعيطوا على البوليس اللي برا. هنا المجرم طاح له الموس من يده، فهزوا الاخ شنق عليه وسولوه فين هي اختي دوي. في هذه اللحظه البوليس دخلوا، فشافوا الاخ هاجم على السيد وفي يده موس. المجرم لعب الدور وبدا كيبكي باش يعتقوه. البوليس هزوا عليه السلاح وقالوا له طلق السيد، ولكن هو كان معصب وما قدرش يشرح لهم راه هذا هو المجرم، فاضطروا يضربوه بالصاعق ديال الضو. هكا طاح وحيدوا له الموس من يده. موراها جاو كيطمنوا على المجرم واش تضرب. الاخ كان طايح مشلل بالضو وما قادرش يشرح لهم الحقيقه. هكا البوليس طلقوا المجرم الحقيقي وطلبوا منه السماحه على هذا الشيء، خصوصا ان اللي تهجم عليه بوليسي بحالهم. الام وبنتها كانوا مازالين على برا، شويه غادي يشوفوا المجرم خارج من المركز بلا حتى مشكل وكيضحك. البوليسي خرج موراه يطمن عليه. قبل ما يمشي الام سولات بنتها شنو واقع هادو شنو كيديروا. فجا عندهم البوليسي عياو ينعسوا له فيه باش يمشي يشدو، ولكن ما فهمهمش وقال المجرم بسلامه عليك، وموراها مشى بحاله. كيونغ والام رجعوا للمركز فلقاو الاخ فاق من الشلل. البنت كيونغ غطات له الجرح اللي في يده، وهنا عاد شرح للبوليس الفيلم كله، فطلبوا منه السماحه على الغلط اللي داروا حيت دابا عاد عرفوا ان اللي كان هنا هو المجرم. وتما قالوا له راه صيفطنا معلومات اختك للسبيطارات كلهم باش يعلمونا الا دخلت عندهم. اما المجرم رجع لطوموبيلته، كتب العنوان ديال الام وبنتها في تليفونه ومشى كيقلب عليه في الخريطه فين جا. موراها البوليس وصلوا الام وبنتها للدار. فاش دخلوا البنت كانت مازال خايفه. امها صوبت ليها شي حاجه سخونه تشربها، وشويه شافوا الضو ديال الباب كيطفى ويشعل. هادشي كيعني انه كاين شي حد في الباب كيدق، وحتى واحد الارنب حاطينه في الصاله بدا كيصفق، اي كاين دقان في الباب. بجوج بيهم خافوا حيت ما كاين اللي يدق عليهم في هذا الوقت. زادت كيونغ تفتح الباب وبقات امها حداها. فاش فتحوا غادي يلقاوها غير مولات المصنع، هي اللي جابت معاها شي سلعه وطلبت من الام تمشي معاها يديو داك السلعه. الام مشات معاها واخا كانت خايفه تخلي بنتها بوحدها. المهم مور ما مشات الام البنت كيونغ بقات في الدار بوحدها. تما المجرم جا للدار وقطع الخيوط ديال الضو اللي فيهم الاستشعار باش ما يشعلش، وهكا قدر بشويه يفتح الباب ودخل للدار. كيونغ كانت في البيت كطوي الحوايج، ومنين بغات تبدل حوايجها الضو اللي في بيتها هاد المره هو اللي بدا كيشعل ويطفى حيت حتى هو فيه المستشعر. هي خرجت من البيت تشوف شنو كاين. المجرم لقى ساعه فيها سرسار خدمها ورماها تما باش تشوفها. كيونغ طفاتها وحسبها غير الساعه خدمت وبسبب الضو طفى وشعل، يعني مازال لدابا ما شافتش المجرم راه كاين معاها. هي مشات تاخذ تليفونها فلقات فوقو كارطه ديال خوسيو. هزات تليفونها وكتبات له ميساج سولات واش لقى اختو ولا مازال، وهي جالسه. المجرم جا موراها وقال لها دابا خاصك تسمعيني، وضرب المقده في الارض. غير ضربها هذاك الارنب بدا كيصفق بيديه، وهي هنا عرفت انه كاين شي حد معاها في الدار. المجرم هز الشاقور وكان غادي يتلاح فوقها يضربها. هي حسات بالحركه موراها فدغيا بعدات من طريقه ودخلت كتجري لبيتها سدات عليها الباب. تما كتبت ميساج لخوسيو وقالت له المجرم راه جا عندي للدار. هو قرا الميساج ومشى كيجري لعندها. المجرم بدا كيضرب في الباب باش تفتح عليه، ولكن سمع صوت ميساج في الدار حيت هي عاود كتبت رساله لامها قالت لها ما تجيش راه المجرم كاين هنا. ولكن الام كانت نسات تليفونها في الدار. المجرم فاش سمعوه خدا كيقرا داك الشيء.
كيونغ شدات القند ديال البيت مور ما سدات الباب بالبيرو باش ما يفتحوش وشاده تليفونها وخايفه. هنا غادي يجيها ميساج من ما قالت لها شنو كتقصدي وعلاش الباب ديال الدار مفتوحه شنو كاين. كيونغ خافت بزاف على امها الدخل ففكرت باش تخرج من البيت تحميها. شويه جاتها رساله اخرى كتقول لها راه واقيلا كاين شي حد في الدار. هنا كيونغ لاحظت ان هذه ماشي هي الطريقه باش كتكتب امها الميساجات وفهمت انها ماشي هي. هذيك الساعه خرجت يدها من الباب تما جا المجرم شدها منها ولكن فلتات له ورجعت للور. طلعت من السرجم فبان لها كاين كراطن والقش لتحت ولكن سمعت الحس تقطع. قربت حدا الباب حطات ودنها عليه وهنا المجرم غادي يضرب الباب بالشاقور. من زهرها كيونغ ما جاش فيها غير شافته هرس الباب دغيا مشات كتجري تحت من السرجم ولكن قبل ما تطيح المجرم وصل للسرجم وشدها من شعرها. هي بقات معلقه هكاك من السرجم فسولها فين غادا هربانه مني. كيونغ عضاتو في يدو باش تطلق منها هكا طاحت على هذوك الكراطن. هو رمى عليها الشاقور ولكن ما جاش فيها تما ناضت هربات. داك الساعات لا حتى هو ومشى تابعها. خوسيو كان وصل وشافهم فتبعهم حتى هو. كيونغ بقات هاربه حتى وصلت للطريق مسدود وما بقى عندها فين تزيد. بان ليها واحد الكرسي فهزاتو باش تدافع على راسها. هنا غادي يوصل خوسيو حتى هو وخدا بيكالا باش يضربو ولكن المجرم استفزو وقال له شنو كدير هنا سير قلب على اختك اللي قريبه تموت. واش دابا غادي تعتق هادي وتخلي اختك اللي محتاجه ليك؟ وباش يخليه يمشي كتب له عنوان اختو زعما فين حطها باش يمشي يعتقها. فعلا الاخ ما قدرش يصبر اكثر حيت خاف على اختو اللي كتنزف فاختار يخلي كيونغ ويمشي يعتق اختو. ولكن فاش وصل للعنوان اللي عطاه غادي يلقى باب الدار مهرس وصدقات هادي الدار ديال كيونغ. هنا عيط على المجرم في تليفون اختو وقال له فين هي اختي. المجرم جاوبو ما كايناش تما ولكن غادي تجي موين البنت اللي خليتيه استقبلها وقول لها راني سمحت في بنتك وخليتها تموت. فعلا الام وصلات وشافت الحاله ديال الدار وبنتها اللي ما كايناش واللي حاليا المجرم تهجم عليها ولكن كيونغ هزات التراب بيديها رماتو له على عينيه وناضت هربات منه. اما الام خرجت من الدار كتجري. الاخ تابعها بغا غير تهدن ويشرح ليها ولكن هي كانت خايفه وغير كتجري. من جهه اخرى كيونغ مازال هربانه. وصلت حدا الطوموبيل ديال المجرم النيت وهي تشوف البنت سيو طايحه في الارض ما قادراش توقف. المجرم فاش وصل لنفس البلاصه ما لقى حتى حد ومنين طل في الطوموبيل ديالو ما لقاش سيو اللي كانت دابا مخبعه هي وكيونغ في زنقه مظلامه. كيونغ كتبت للبنت في التليفون خوك كيقلب عليك وقريب من هنا وعطاتها تليفونها وقالت لها هربي وعيطي على خوك يعتقك. اما هي وقفت بعيد عليها وضربات في الحيط باش يشوفها المجرم ويجي عندها هكا غادي تخلي الوقت لسيو تهرب. فعلا المجرم سمعها ومشى ليها. قبل ما يوصل ضربت الانذار باش البوليس يجيو يعتقوا البنت سيو وهي كملت تجري والمجرم تابعها. هنا سيو عيطت على خوها اللي سمعها من بعد جاب لها الاسعاف. الام سولاتها فين هي بنتها فقالت لها بنتك عتقاتني وهربت من هذيك الجهه. الاخ والام داك الساعه مشاو كيجريو لنفس الاتجاه. كيونغ وصلت لوسط الشارع اللي عامر بالناس. هي بقات هاربه وكتحاول توقف شي حد وتطلبو يعاونها ولكن كلشي كيخاف منها حيت حسابهم حمقى وما بغى حد يسمعها. المجرم كان مازال تابعها. تما وقفت في وسط الناس وخرجات موس بدات كتهدد فيه. واحد من الناس خدا تليفونه يعيط على البوليس. تما المجرم حبسه وقال له هادي راه اختي ومريضه شويه غير خليني انا غادي نتصرف. هكا حتى حد ما عيط على البوليس ولكن هي رجعت هربت تلفات له وما بقاش عارف فين مشات. شويه غادي يجيو 3 ديال العسكر هازين البنت في يديهم حطوها له قدامه وقالوا له هاك اختك راه لقيناها مخبعه حدا واحد البركاسه وعطاوها حتى الموس اللي كانت هازه وموراها مشاو. هو نزل عندها. كيونغ بكات وقالت له عافاك ما تقتلنيش انا مازال باغا نعيش ونمشي لبزاف ديال البلايص عاجبيني وبغيت نتزوج ونولد. المجرم قال لها هادشي كله بغيتيه دابا عاد حلات ليا نقتلك ديال بصح. تما عاود هربات ليه ودخلت لزنقه صغيره. هنا خو البنت سيو وصل عليهم وبدا مضارب معاه. هو خنقوه حتى ضخ وطيحو. موراها مشى عند كيونغ يطمن عليها قال لها راني لقيت اختي وداوها للسبيطار وماماك راه حتى هي هنا كتقلب عليك. هنا غادي يرجع المجرم يوقف هز قرعه هرسها له على راسو وقال له قلت لك راه انا اللي غادي نقتلك ولكن بلاتي واش قلتي امها حتى هي كاينه هنا. تما خرج من الزنقه كيقلب عليها. كيونغ وقفت تبعو فاش شافتو تلاقى بامها. هي مشات كتجري عنده مع الموس وقربت له باش يبعد منها. هو شاف فيها وقال لها ها هو الموس عندك ولكن واش غادي تعرفي تخدميه وتضربيني به؟ هنا غادي تضرب هي راسها. هو شاف فيها الدم ولقى الموس في يده يعني جرحت راسها وخلاته هو يشد الموس. هكا كاع الناس اللي تما شافوا انه هو اللي ضربها. في هذا الوقت البوليس وصلوا وبغاو يوقفوه ولكن هو ضرب واحد من البوليس. الاخرين ضربوا قرطاسه في السما كتهديد. كيونغ بدات كتضحك وتستفز فيه فخلاته يتعصب ويبغي
كيهجم عليها قدام كل شيء، ولكن البوليس تيراو في رجليه. كيونغ كملت في الاستفزاز باش يزيد لعندها، تما البوليس زادو تيراو فيه، هكا طاح في الارض كيموت. هو قال لكيونغ ها كيشدي الموس وضربيني، ولكن هي كاع ما تحركات. جا خوسي يحيد له الموس من يديه، وهنا المجرم مات كالكلب في وسطهم. مور هاد الواقعه بشيامات العائلات بجوج ولاو صحاب، ومشاو بربعه بهم للبحر فين كانت الام باغا تمشي، وكانوا فرحانين مور ما تناو من المجرم الخطير اللي كان غادي يخرج على حياتهم. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.